السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم طليت عليكم بواحد الفيديو، يعني رانا مازلنا مكملين مع سلسله العصائر نتاع الصيف. هذا وش يوالم في الصيف، يعني حاجه بارده هكا الواحد يبرد على خاطره بها. اليوم اخترت لكم عصير طبيعي، يعني 100%، وسهل وبالخفض وجديه وبنت وش نحكي لكم منعش هايل، يعني ما شاء الله خير من اللي يتباع برا. تخدميه في الدار خير ما تروحي تشريه باثمان، يعني شويه تكون غاليه. اول حاجه نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا عندنا المكون اللي راح نخدموا به العصير نتاعنا، واللي هو المكون الاساسي هو العنب. العنب يعني رانا في وقته تحكمي العنب نتاعك تغسليه وتحطيه تكوتي مع 6 حبات قارص. انا الكميه هنا شوفوني عبرت لكم بالبول نتاع الشوربه، شوفوني عمرتو جوغ بومبي، نحيت له هذوك الحبات حطيتهم في الطبسي هاي ليك مع القارص. انا هنا هذيك اخذت لي حبتين من القارص، يعني تجي الذوق تاعو روعه روعه ما شاء الله. نحط العنب نتاعنا في في الميكسر، في البلندر ولا الميكسر، لا عندك ميكسر ماكش مشكل، البرا هذاك. نعصروا الحبات هذوك الزوج نتاع القارص. هنا من الاحسن عصريهم في العصاره وضيفيهم بلا ما تظلي هكا تعصري بيدك يغبنك شويه، سورتو الا كان القارص شويه شاد روحو، يعني عصريه خير في العصاره وضيفيه باش ما تخليش كامل الزوائد فيه. نضيفو هنا السكر على حسب الرغبه. شوفي العنب نتاعك الى حلو ولا قارص. انا ضفت هنايا ربع مغارف، ومن بعد ذوقي نهار اللي تكملي تعصريه ذوقيه، الا شتي خاصته حلاوه زيديله شويه. هنا نحطو الماء. انا الماء هنا راه عندي بارد بارد بزاف، ونطحنو العنب نتاعنا مع المكونات اللي ضفناها معاه، ومن بعد صفيه في صفايه باش نتخلصوا من هذوك القشور نتاع العنب. تجيكم واحد العصير يعني ما شاء الله ساهل ماهل بالخفت وجديه وبنين بنين بنين، وش نحكي لكم هايل. كما راكم عارفين العصير تاع العنب تروحي تشريه من برا شويه غالي. العصائر كاع تاع الفواكه يكون الفاكهه يعني تاع الصح غالي، ماهوش كيما اللي يزيدوا له الملون والصوالح الاخرين. يعني هذا راهو وقت العنب، اغتنمي الفرصه وديري لوليداتك. هنايا شوفوا هاوليك القوام نتاعو. انا زدت ضفت الماء، هنا الماء هذاك البول تاع اللي عبرت به خذالي لتر ونصف تاع ماء، يعني هنا راهي عندي لتر ونصف من العصير مع الماء كومبلي، راهي لتر ونصف. هاي ليك لتر ونص، يعني ما شاء الله كميه لاباس بها. والبول شتوه تاع الشربه ماهوش كبير بزاف، يعني لو كان ديري كميه كبيره حتحصلي على كميه ما شاء الله. هاوليك شوفوا راني فرغته في الكيسان، يعني وشو زينيه كيما بغيتي. وراهو بارد يا خياتي، وش نحكي لكم شهيتكم في الجنه مع هذا السخانه. جربيه وردي لي الخبر، راني عارفه بلي يعجبك بزاف بزاف بنين ما شاء الله. شوفوا اللون تاعو روعه، يعني برك انايا راكم عارفين التصوير ماهوش احترافي 100%، يعني على حساب لاكاليتي تاع التليفون نصور بها. لو كان راهو في يعني قدامك اللون روعه، خير من هذا راكي تشوفي فيه. ان شاء الله تجربيه ويعجبك عزيزتي، وتخلي لي تعليقك الجميل في صندوق الوصف، ومع السلامه.